ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جاهزين لفيلم النهارده؟ بس قبل ما نبدأ الفيلم متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيلم جديد هننزله. فيلمنا بيبدأ ببن وهو بيصور فيديو بيعرف فيه نفسه، وبيبدأ بمقولة فورد وهو بيقول إن الحب والعمل هم أهم حاجة في الحياة. فما بالكم بشخص على المعاش ومراته ميتة، فعنده وقت فراغ كبير، بس هو مش بيستسلم للفراغ ده ودايما بيشغل نفسه يتعلم بقى حاجة جديدة، يسافر، يخرج الصبح، يقرا كتب، أفلام، حتى اللغة الصينية اتعلمها. وأوقات كان بيسافر للمدينة اللي عايش فيها ابنه وحفيده، بس ما بقاش بيروح كتير لأنه بيحس إنه بقى تقيل عليهم. نرجع بقى لنفس اليوم الصبح عشان نشوف هو بيصور الفيديو ده ليه. لما كان في السوق وشاف إعلان، والإعلان كان عن شركة اسمها About the Fit، وقابل صديقة قديمة ليه وقعدوا يقروا الإعلان مع بعض، واللي كان فيه إن الشركة محتاجة متدربين بس يكونوا كبار في السن معديين 65 سنة، وإن الشركة دي شغالة في بيع الملابس بس أونلاين، وإنهم مش عايزين CV لأنه قديم التراث، وعايزين يرفعوا فيديو يعرفوا فيه نفسهم. وبالليل ما كانش جايله نوم، فقام حضر نفسه ولبس وقعد يصور الفيديو ده. نروح بقى للشركة وتحديدا لجولز، واللي كانت قاعدة مع الكول سنتر وبترد على استفسارات العملاء، وعن عميلة كان عندها مشكلة إن فساتين البرايد ميد في فرحها وصلت لونها رمادي مش بامبي زي ما طلبتهم، ووعدتها جولز إنها هتحل المشكلة وهترجع لها فلوسها كمان. بتيجي بقى بيكي السكرتيرة بتاعتها عشان تفكرها بكل مواعيدها اللي هي أصلا متأخرة عليها، ومن كتر ما هي متأخرة دايما ودايما عندها مواعيد بتمشي في الشركة بعجلة لأنها مش بتحب تضيع وقت. وحتى التجمعات في الشركة والاحتفالات ما كانش عندها وقت إن هي تحضرها. وهي وماشية لمحت مكتب كان عليه كراكيب وكان دايما مضايقها. بيوصل بقى بين الشركة بيقعد مع باقي الناس اللي مقدمة. بنرجع بقى الكورس واللي كانت قاعدة مع مصممين الموقع بتاع الشركة واللي كانت بتديهم تعليمات للصفحة الرئيسية، وأول ما بيمشوا بتقعد مع خدمة العملاء عشان تشوف مشكلة الفساتين اللي وصلت بلون مختلف. وفي نفس الوقت بين كان بيعمل مقابلات مع كذا حد في الشركة قبل ما يوافقوا عليه، وبنعرف من المقابلات دي إنه كان شغال مشرف طباعة في كتب دليل الهاتف لمدة 40 سنة تقريبا، وإنه عنده دلوقتي 70 سنة. وفي آخر المقابلة قالوا له إنهم معجبين بالفيديو والمقابلات بتاعته وإنه اتقبل وبقى متدرب عندهم خلاص. وبيجي كاميرون مساعد جولز وبيتكلم مع جولز وبيفكرها ببرنامج تدريب المسنين وإن عايزها تاخد حد منهم يكون متدرب عندها، بس هي رفضت وقالت له إنها مش بتعرف تتعامل مع كبار السن بسبب مشاكلها مع باباها ومامتها، بس هو أصر عشان تكون قدوة لباقي الموظفين، وقال لها إنهم 6 أسابيع ولازم تستحمل وإن تدريبهم هيبدأ بكرة. بنروح بقى لبن واللي كان مجهز كل حاجة من بالليل لأول يوم تدريب ليه. وفي الصبح وصل بن للشركة ومعاه 3 تانيين منهم دايفز واللي كان صغير من برنامج تدريبي مختلف عن المسنين. وجه كلاوني وكان بيعرفهم على الشركة وإنهم كلهم شغالين في نفس المكان ومفيش مكتب مخصوص لحد، حتى رئيسة مجلس الإدارة جولز، وبدأ يعرفهم عليها وإنها بدأت الشركة دي من 18 شهر بس، وإنها كبرت بسرعة كبيرة وعرفت تعمل الشركة دي. وأثناء حديثهم جت واحدة ودقت الجرس عشان تقول لهم إن هم بقيوا 2500 على الانستجرام، وقال لهم كلاوني وقتها إن دي الطريقة اللي هم بيحتفلوا بيها بأي إنجاز بيعملوه، وقعدهم على الترابيزة وقال لهم يفتحوا الإيميلات بتاعتهم عشان يعرفوا هيكونوا في أنهي قسم. ولما فتح بين الإيميل لقى إن التدريب بتاعه هيكون مع جولز، ولقى ميل تاني من بيك السكرتيرة بتاعتها إنها حددت له ميعاد معاها 5 دقايق فلازم يختصر لأنها مش فاضية. وراح بين الموعد وقابل بيكي واللي قالت له يختصر ويتكلم بسرعة وما ينساش يطرف بعينه لأنها بتتعصب من اللي مش بيعمل كده، وقالت له يدخل لها. ولما دخل بين حاولت جولز تقنعه ان هو يروح قسم تاني لان عندها مش هيلاقي حاجة يعملها ورتم العمل سريع ومش هينفع معاه، بس هو قال لها انه بيحب التحديات وان هو متحمس ان هو يكون معاها ومش حابب يروح قسم تاني، فقالت له تمام وانها لما تحتاجه في حاجة هتبعت له ايميل. تاني يوم كان الكل مشغول ما عدا هو لان جولز ما بعتتش اي ايميل انها محتاجاه في حاجة، بس هو حاول يتعامل ويتعلم من الناس اللي حواليه ويساعدهم في اللي هما بيعملوه، وبدأ يتصاحب على الناس اللي في الشركة ومنهم كلاوني اللي حكاله ان هو كان بيتواعد هو وبيكي، بس هو خانها ومن وقتها وهي بتتجاهله رغم ان هو بعت لها رسائل كتير وايميل طويل فيه اسف وايموشن حزين. بس هنا هو اداله اول درس هنتعلمه، ان لازم لما نزعل حد نتكلم معاه ونعتذرله وجها لوجه مش مجرد رسائل نصية وبس. واخيرا لقي بين رسالة نصية من بيكي ان هما محتاجينه فراح بسرعة،
ولما وصل عند بيكي قالت له ان جولز وقعت صلصة على الجاكيت بتاعها وان هو هياخده ينضفه، فدخل عشان يجيبه منها. فاسمعها وهي بتتكلم مع كاميرون وانه بيقول لها ان المستثمرين في الشركة عايزين يجيبوا مشرف عليها يكون خبرته اكبر منها، وده الشيء اللي ضايقها جدا. بس هو قال لها انهم شايفين ان الشركة بتكبر بسرعة وكل ما بتكبر كل ما المشاكل والتأخير بيزيد، عشان كده هم قرروا القرار ده. بس هي كانت متعصبة جدا ومش عاجبها وبدأت تعيط، بس بين قطعهم لما قال لها انه عايز الجاكيت فاديتهوله. وكمل كاميرون كلامه بانهم عملوا قائمة الاشخاص وهي عليها ان هي تختار ما بينهم. ولما خرج بين قالت له بيكي ايه اللي بيحصل جوه، بس هو قال لها انه ما سمعش حاجة وما يعرفش، عشان يعلمنا تاني درس هو اني ملناش دعوة طول ما الحاجة ما تخصناش. وكان قاعد باقي اليوم بيراقبها وهي باين عليها ان هي زعلانة. وتاني يوم الصبح اتفاجئت لما دخلت ان المكتب اللي على طول مضايقها بين نضفه، فاتبسطت جدا ودقوا الجرس واحتفلوا كلهم بالإنجاز الصغير ده. وجات فيونا المدلكة بتاعت الشركة وعملت له مساج وادت له رقمها عشان يكلمها. ولما كان واقف مع دايفس وهو بيتكلم انه مش لاقي شقة خالص قريبة لمكان الشغل، شاف من الشباك سواق جولز وهو بيشرب، فنزل له وقال له انه يعتذر النهارده وما يوصلهاش لانه كان خايف عليها وايه اللي هيقول لها ان هو كان بيشرب. ولما نزلت جولز اعتذر لها فعلا وقال لها انه هياخد اجازة النهارده لانه حاسس انه مش كويس، فعرض عليها بينه انه يوصلها فوافقت. وفي الطريق كلمت جولز مامتها، وهنا بنعرف ان علاقتها بيها مش احسن حاجة. وكلمت كاميرون وعرفنا هنا انها رايحة تقابل اول شخص رشحوه المستثمرين عشان يبقى مشرف عليها. ولما وصلوا جولز قالت انها تقريبا ما كلتش حاجة من الصبح وحاسة انها مش كويسة، وبين قال لها انه هيستناها لحد ما تخلص وهو اللي هيوصلها، وراحت فعلا. وفضل بين مستنيها لحد ما خلصت، وكانت طالعة متعصبة خالص ولقيت بين جايب لها اكل. كلمت كاميرون وقالت له انه معجبهاش خالص وانه متكبر مش فاهم الشركة شغالة ازاي ومش بيطرف بعينه خالص، ودي حاجة بتعصبها جدا. ولما وصلوا عند البيت شكرت بين على اليوم ودخلت بيتها وكان جوزها مات وبنتها في انتظارها. وقعدوا يتكلموا عن اجتماعها النهاردة، وعرفنا من كلامهم ان جوزها سايب الشغل بتاعه وقاعد بيهتم ببنتهم. اما بن لما روح كان مزاجه رايق جدا واتصل بفيونا مسؤولة التدليك في الشركة وقعد يحكي معاها شوية وكان باين ان هو معجب بيها. وقبل ما تيجي الساعة 6 الصبح اتصلت بيكي على بن وقالت له ان سواق جولز مش بيرد على التليفون، وطلبت منه انه ياخدها من البيت للشغل. لما وصل مات اللي فتح له، وبن قال له انه هيستنى في العربية، بس مات قال له يدخل يشرب قهوة لحد ما جولز تخلص التليفون اللي معاها. ودخل واتعرف على بنتها، وكانت جولز طالبة اوردر من الشركة بتاعتها عشان تشوف هو بيوصل للعملاء ازاي، ومعجبهاش الشكل خالص. واخدت بنتها عشان توصلها للمدرسة وخرجوا كلهم مع بعض. وفي العربية كانوا بيتكلموا عن مات وإنه شخص جيد ومضحي وساب شغله في التسويق واللي كان ناجح فيه جدا، وقرر يقعد في البيت ويخلي باله من بنتهم، وهي بدأت الشركة بتاعتها. راحت بعتت رسالة لكاميرون وطلبت منه إنه ينقل بين لفريق تاني. ولما وصلوا المدرسة نزلت مع بنتها عشان توصلها، بس أمهات صحاب بنتها اتريقوا على انشغالها وإنهم عندهم حفلة والمفروض إنها تعمل أكلة معينة، بس هي أكيد مش هتعملها بسبب انشغالها. بس هي ما اهتمتش وقالت لبنتها انها بتعرف تعملها وهيحضروها مع بعض، فاتبسطت بنتها جدا وحضنوا بعض وركت على العربية. وكان كاميرون رد عليها وقال لها تنقولي ليه، وردت لانه شديد الملاحظة. وقالت لبن انه يروح المستودع اللي بيطلع منه الاوردرات قبل الشركة، وفي المستودع وقفت تعلم العمال ازاي يظبطوا الاوردر عشان يوصل باحسن صورة للعملاء، وبن كان واقف بيتفرج عليها. وبالليل كان كل الموظفين مشيوا وجولز كانت قاعدة، وبن كان قاعد عشان يوصلها لما تخلص. فاخدت جولز اكلها وراحت عشان ياكلوا مع بعض، وبدأت تحكي له عن تاني شخص قابلته عشان يبقى المشرف بتاعها النهارده، وانه كان كويس لحد ما قال على الشركة بتاعتها انها موقع بنات. وبعدها هي ما سمعتش اي حاجة من اللي بيقولها وشافته مش مناسب خالص، وقعد يكلمها عن شغل القديم. واتفاجئت لما عرفت انه مكان شغله هو نفس المكان اللي هما فيه دلوقتي، وشاور لها على المكان بتاع مكتبه القديم واللي كان عنده الشباك عشان يعرف يتابع المصنع كله والمطابع. وشافته فاتح اكونت الفيسبوك بتاعه وقال لها ان هو مسجل من 10 دقايق بس، فقعدت معاه ساعدته في التسجيل وانه يظبط الاكونت بتاعه، وصورته صورة البروفايل وضافت نفسها عنده صديقة. ولما خلصوا باركت له ان ابقى قعدوا في الفيسبوك خلاص، وقالت له انها هتشتغل ساعة كمان بعدين هيمشوا. ووصلها للبيت بس هي من التعب نامت في العربية وكانت بتشخر، واعتذرت له على الصوت وقالت له انها بتحب بيتها جدا وبتحب شكله وبتحس بالسعادة لما بتشوفه، وسلمت عليه ودخلت البيت. وفي الصبح كانت متحمسة وهي رايحة تركب العربية عشان تشوف بنت، بس لقيتها المتدربة التانية وقالت لها ان بنت اتنقل قسم تاني،
وسواقتها كانت وحشة جدا وكانت هتعمل حادثة بيها، فاضطرت تسوق جولز. واتصلت بكاميرون اللي قالها ان هي اللي طلبت منه انه ينقله قسم تاني. ولما وصلت راحت لعنده واعتذرت له وقالت له انها بتحس بالراحة لما هو بيبقى موجود، وطلبت منه يقبل اعتذارها ويرجع تاني متدرب عندها، وهو وافق. واول ما وصلوا خلتهم يجيبوا مكتب ويخلوه جنب بيكي، وان كل الايميلات اللي بتبعتها لبيكي توصل له نسخة منها، وتديله تقرير المبيعات يبص فيه قبل ما هي تشوفه. وده اللي ضايق بيكي وخلاها تعيط، لان الجولز عمرها ما حست بوجودها ولا اديتها حقها، وانها دارسة ادارة اعمال ومش بتعمل اي حاجة بدراستها. بس بن خلى كلاوني يستغل الفرصة ويصالحها. ولما كان كاميرون وجولز قاعدين بيتابعوا عمليات الشراء، دخل بن وقال لها انه شاف انماط المبيعات، وقال لها ان الخطة اللي هي حطاها مش احسن حاجة، وانه بيفكر في حاجة مختلفة. فقالت له يتولى هو الموضوع ده مكانها. وهو قاعد يعيد كل شوية ان بيكي ساعدته وانها دارسة ادارة اعمال عشان تروح تشكرها، وهنا يكون علمها درس انها تشوف مجهود اللي حواليها وتشكرهم عليه. ودايفيس قال له ان هو مش لاقي شقة وهيضطر يقعد عند صديق ليه، بس المكان بعيد وهياخد وقت طويل جدا في المواصلات. فعرض عليه بن ان هو يجي يقعد عنده، ففرح جدا دايفيس وقعد يشكره كتير. ولما وصلوا البيت كان منبهر بكل حاجة عنده، ماشي يتفرج ولا كأنه متحف. وفي الصبح بن كان قاعد عندهم في البيت ومستنيها عشان تخلص، وكانوا بيتكلموا عن مشرف جديد المفروض تروح تقابله، بس هتسافروا سان فرانسيسكو الخميس اللي جاي. وعرضت علامات ان هو يجي معاها، بس هو قال لها ان بنتهم عندها دور مسرح في المدرسة ولازم يفضل معاها، وعرض عليها ان هي تاخد بن معاها، وهو وافق. وفي طريقهم للشركة اتصلوا بيها وقالوا لها ان زرار الزوم في الموقع مش شغال، والمبيعات انخفضت 23% بسبب الحوار ده. واتوترت، ومامتها اتصلت في نفس الوقت، ولما حكت لها المشكلة ما اهتمتش، وقالت لها انها مشكلة بسيطة، او هي اصلا مش بتدخل الموقع عشان تعرف اذا كانت بسيطة او لأ. وده اللي عصب جولز وخلاها تبعت كلام وحش عن مامتها لجوزها مات. وفي نفس الوقت جالها اتصال من المستودع ان الصحة لقيت حشرة البق عندهم، وقالت لهم يسحبوا كل اللي وصلوه امبارح واللي كانوا 4800 اوردر، ويقفلوا المستودع لحد ما يرشوه. فمع كل التوتر ده بعتت رسالة الشتايم لمامتها مش لمات. ولما أدركت اللي عملته جمعت فريق البرمجة عندها عشان يلاقوا لها حل قبل ما مامتها ترجع من الشغل وتفتح الإيميل بتاعها، بس هم قالوا لها إنه مستحيل طول ما هي مش عارفة الباسورد ولا الإيميل. بس بن كان عنده فكرة إن هو هياخد الشباب ويروح عند بيت مامتها ويسرق اللاب ويمسح الرسالة. وخد الشباب وهما في العربية، كانت بتطمنهم على كل سؤال بيسألوه، ان مفيش جهاز انذار ومفيش كلمة سر، وان المفتاح تحت قصيص الزرع بره، هياخدوه يدخلوا يمسحوا الرسالة ويطلعوا على طول. ووصلوا البيت وسابوا كلاوني في العربية وقعدوا يدوروا على المفتاح تحت كل الزرع اللي بره لحد ما لقيوه اخيرا. بس للأسف لقيوا جهاز انذار جوه، ولو ما كتبوش الباسورد خلال 60 ثانية هيعمل انذار وهتوصل الشرطة. فكلموا جولز وردت انها ما تعرفش وانه مستحيل يكون حقيقي، لان مامتها اصلا بخيلة ومش هتجيب جهاز سعره عالي كده. فجريوا لويس ودايفيس يدوروا على اللاب، بس ما لقيوش حاجة تحت، فجريوا كلهم على فوق ولقيوا اتنين، واحد ابيض والتاني فضي. بس بيكي قالت لجولز ان الابيض لانها صلحته لها قبل كده، بس اول ما فتحوه رن الانذار، ولانه مش مزيف خالص الشرطة بقت في الطريق. فكلهم اتخضوا. مسك لويس اللاب بسرعة ومسح الرسالة ورجع اللاب مكانه وجري كلهم على بره. وبعد محاولات كتير مع كلاوني ان هو يفتح العربية لانه كان بيسمع اغاني ومش معاهم خالص، فتح لهم اخيرا وقدروا ان هم يهربوا قبل ما الشرطة توصل. وراحوا كلهم يحتفلوا بالسرقة العظيمة اللي نجحت دي. وقعدت جولز لأول مرة تتكلم مع الموظفين بتوعها وتتعرف عليهم، ولانها شربت كتير تعبت. بس بن فضل معاها ووصلها لحد العربية اللي هتاخدها للبيت. وتاني يوم راح بين وفيونا لأول ديت ليهم مع بعض، وللأسف كان لعزة لأن في حد من صحاب بن مات بشكل مفاجئ وهي وافقت تروح معاه. وهم طالعين بن قال لها إن هو ممكن يعرفها كل حاجة عن حياته في 10 ثواني بس، وقال لها إن هو أرمل عنده ولد وحفيدين واشتغل في طباعة كتب دليل الهاتف، وهو دلوقتي متدرب في شركة وبيحب شغله، معجب بواحدة شغالة معاه. وهي عملت زيه وقالت له انها مطلقة وعندها 3 بنات، حفيد في الطريق، شغالة مدلكة في شركة، معجبة بشخص هناك. وبكده يكونوا تعرفوا بدأ موعدة في 10 ثواني بس. وتاني يوم الصبح بن هو رايح يوصل جولز لقى بنتهم بتعيط لان مات مريض ومحدش هيقدر يوديها عيد ميلاد صاحبتها، وانها هتروح مع المربية وهي ما كانتش حابة كده. فقالت البنت البن يجي معاها، بس جولز قالت لها ان هو عنده شغل، بس هو قال لها ان الموضوع هياخد ساعة واحدة وهو ما عندوش مانع يروح معاها. ووصلوا عيد الميلاد
وهي راحت تلعب مع صحابها وهو قاعد مع الأمهات، وحاولوا يطلعوا جولز وحشة، بس هو دافع عنها وقال لهم ان المفروض يكونوا فخورين ان في ست قدرت تنافس الرجالة في مجال التكنولوجيا. وجات البنت وقالت له انها تعبانة وعايزة تمشي، وهما في الطريق كانوا بيلعبوا مع بعض، وشاف باباها هو راكب العربية مع واحدة وعرف هنا انه بيخون جولز. ونامت البنت في العربية، وبعد شوية وداها بن ومات كان وصل قبلهم للبيت، وشكروا ان اهتم بالبنت طول اليوم. وفي الشركة راحت جولز شكرته على اهتمامه بالبنت، وحسوا كلهم ان هو تعبان او في حاجة غلط، بس هو قال لهم ان مفيش حاجة وان هو واخد برشام الضغط. وقالت له جولز لو هو حاسس ان هو تعبان مفيش داعي ان هو يروح معاها سان فرانسيسكو بكرة. وتاني يوم ركبوا الطيارة لسان فرانسيسكو، كان باين جدا ان بن عايز يقول لها حاجة بس متردد، لحد ما هي قالت له يقول اللي جواه ما يخبيش، بس هو ما قدرش يقول لها، واكتفى ان هو يقول لها ان ده يوم عطلة ولازم يستمتعوا بيه، مش هيقضوا شغل وبس. فوافقت فعلا ووقفت شغل وبدأوا يستمتعوا بالوقت مع بعض. وفي الفندق كل واحد كان في اوضته، وفجأة جهاز الانذار بتاع الحرائق اشتغل، فنزلوا كل اللي في الفندق تحت في الشارع وقعدت تدور عليه لحد ما لقيته. وقالت له هو باين من اولها ان الراجل اللي هقابله مش هيجي من وراه خير ابدا. وإدارة الفندق قالت لهم إن المشكلة اتحلت خلاص ويقدروا يرجعوا أوضهم. ولما كان بيوصلها بين لحد باب الأوضة طلبت منه يدخل يشرب معاها شاي، وادت له الشاي وقعدوا يتكلموا مع بعض عن الجواز. هو قعد يحكي عن مراته وقد ايه كانت ست رائعة في كل حاجة، لحد ما استجمعت هي قوتها وقالت له إن مات بيخونها. فقال لها انت عارفة؟ فاتفاجئت ان هو عارف، وقالت له انها عارفة من 18 يوم بس، وانها مامة بنت في المدرسة بتاعت بنتهم، وانها ما واجهتهوش لحد دلوقتي ومش قادرة تعمل كده، وان طبيعي ان يحصل كده لانها دايما مشغولة. بس هو كان ضدها وقال لها ان مش هي المسؤولة، وهي قالت له انها مش عايزة تسيبه وعايزاه بس يقطع علاقته بيها وترجع حياتهم طبيعية زي الاول، لانها مش عايزة تعيش وحدها. وكان باين من ملامح وش بنت ان هو مش مقتنع بكلامها. وبعدين هي قالت له انها هتعين المدير الجديد وتتفرغ لبيتها، بس بن ما كانش مقتنع برضه لان من حقها ان هي تحقق النجاح اللي هي ابتدت فيه. وبعدين قعدوا يسمعوا اغاني على التلفزيون لحد ما نامت جولز، واتأثر بن بكل اللي قالته وقعد يعيط. وفي الصبح كان مستنيها بن لحد ما خلصت الاجتماع مع المدير، ولما خرجت كان باين عليها الرضا، وقعدوا يتكلموا في العربية وهم رايحين المطار، وقالت له ان المدير كويس وعجبها، وقالت له انها وظفته خلاص في نص الاجتماع. وروحت البيت وقالت لمات انها وظفت المدير خلاص. كل ده وكان باين عليها جدا ان مشاعرها متلخبطة ومش عارفة هي عملت ايه. والصبح راحت جولز البيت بن، واتفاجئت ان فيونا عنده وانهم بدأوا يحبوا بعض. وقالت له انها مترددة في انها تكلم المدير وتقول له يبدأ شغل خلاص، بس هو شجعها ان هي ما تعملش كده، وان دي الشركة بتاعتها وتعبها هي ومحدش هيحبها غيرها، وانه مش شايف اي منطق في انها تعمل كده عشان جوزها يبطل يخونها. وقال لها انه عارف انها جت دلوقتي عشان تسمع منه الكلام ده. وقالت له ايوه، وشكرته فعلا لان هو بقى اعز اصدقائها. وراحوا الشركة مع بعض، ولما وصلت لقيت ورد مبعوت لها من المدير المفروض كانت هتعينه. وفي نفس الوقت وصل مات لعندها وقال لها ما تعملش كده وما تكلمش المدير، وتاخد القرار اللي هي شايفاه مناسب ليها لانه مش عايزها زعلانه ابدا. وكان هيعترف لها بخيانته، بس هي قالت له انها عارفه، وقعد يعتذر لها كتير ويقول لها ان هو انها العلاقه بيها خلاص. فسامحته وحضنوا بعض، وقالت له انها مش هتتصل بالمدير خلاص، وهتكون هي مديرة شركتها لوحدها. وطلعت جري عشان تقول لبن اللي حصل، بس ما لقيتهوش. وسألت بيكي اللي قالت لها ان هو واخد اجازة النهاردة، فراحت لفيونا اللي قالت لها على مكانه، فراحت لعنده وخلاها تعمل زيه عشان تتعلم ازاي تسترخي، وقال لها هنتكلم في كل حاجة بس بعد ما نخلص. وبكده يكون فيلمنا خلص النهاردة. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لنا عايزين تسمعوا ملخصات ايه تاني. باي.